والسلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين هانية؟ كلشي بخير. الأمور مزيانة الحمد لله. يا ربي نكون ما تعطلتش اليوم. هاد الأيامات كلها الشتاء الحمد لله، القضية راه مزيانة. اليوم واحد الشميشة طالعة شوية، علاش نطلعو نتشمشو شوية في الصباح أنا والفريخات. اليوم الحد كنت بغيت نمشي للسوق، ولكن مع الأسف كانت الشتا بزاف مع الصباح، والدراري ما جابوش الفراخ ديالهم ما والو. كنت نوصي واحد السيد على شي فريخات ديال الهوغو، ومشيت وليت عنده جبتهم من عندهم من الدار. غادي نوريهم لكم ان شاء الله دابا فريخات ديال الهوغو، عجبوني بزاف، نخدم بهم ان شاء الله، ونوريكم كيفاش تختار هوغو مستوى لا باس به، ونفرقوا بين الذكر والانثى، وان شاء الله نجهزوهم للانتاج. وبالمناسبه الثمن ديال الهوغو راه طلع شي شويه، ما بقاش كيف ما كان. دابا ولا في حدود 100 درهم 90 درهم، شي مستوى متوسط. اما المستويات العاليه راه يقدر يوصل حتى ل 200 درهم. دابا ان شاء الله غادي نوريكم الفريخات، وغادي نمشيو نبلاصيوهم في الاقفاص ديال الانتاج، ونبداو ان شاء الله الخدمه. آه، كنتمناو الحراره شويه تطلع، فهمتيني، هذا البرد هذا شي شويه صعيب، وهادشي اللي كاين على بركه الله. المهم الاخوان، هادو هما الفريخات ديال الهوغو. انا عندي جوج ذكوره وجوج نتاوي كبار، ماشي شنابر صغار. شتيهم لوينات زوينين بزاف، الصفيه فيهم كريمي، وهذاك اللي لها نورمال زرق، اللي الفوق اللي معلق هذا راه خيسوس تيطلع عليهم. شتي تقول ما عطاش لنا هو هذا الشيء جديد هكذا. واحد المساله الاخوتي، الا كانوا الا شريتي شي فراخ مكوبلين، فايتين مكوبلين مثلا، لا يعرفوا بعضياتهم، ما كاين حتى مشكل، هادو بغيتي تدخلهم مباشره للقفص ديال الانتاج. ولكن الا كانوا ما عمرهم تلاقاو، فهمتيني، كتمشي نتوما من بلاصه والذكر من بلاصه، كنفضل ان الذكور هي الاولى تبلاصه. الذكور هي الاولى تشد بلاصتها في اقفاص الانتاج، وتجلس بوحدها، وتجلس في هذاك القفص الانتاج واحد 3 ايام تقريبا ولا 4 ايام، عاد باش نجيب الانثى ندخلها عندك، فهمتيني، هكذا باش ما يوقعش الشجار. هادشي علاش كيدابزوا لكم الفراخ الاخوان، كتجيبهم ما عمرهم تلاقاو، كتدخلهم مباشره، كتجمعهم، كتبدا الانثى كتعطيه العصا، تتسلخ الذكر. يعني خصنا حتى الذكر هو الاول حتى يسيطر شويه على البلاصه ديالو، تولي هذيك البلاصه ديالي تقول لها ديالي هذه البلاصه، فهمتيني. منين ندخل الانثى حيت انتيا، منين ندخل الانثى ما صافي كتحس براسها بحال ضيفه عند هذاك السيد. المهم ما عليناش، هذه هي الطريقه اللي كنستعمل، طريقه ناجحه جدا جدا جدا. دابا هنايا عندي كاينه واحد الكوبله هنايا، لاحظت بان هادو هما شتي، هاد الصفر مع هاد الكريمي تيديروا حركات التوالف، تيحكوا ليها هكذا وكتحكوا ليها راسهم. هادو دابا ما عنديش مشكل الا دخلتهم الا جمعتهم. اما الا كانوا ما عمرهم تلاقاو، الا جمعتيهم كيتعطل شويه الانتاج. داكشي علاش كيتعطل الانتاج، لانه كيحتاجوا شويه الوقت باش يتوالفوا. هادشي اللي كاين على بركه الله. غادي نبداو نشوفوا دابا المقاييس ديال طائر الهوغو كيفاش خصو يكون. دائما كنلبسوا الليغا، لان عنده واحد العضه خطيره جدا. المهم الاخوان، اول حاجه رد ليها البال هي الفراشات اللي في الظهر ديال الطائر، يكونوا كاملين ما منتوفينش، والحجم ديالهم كبير شويه، ويكونوا جوج، يكون شي فراشه وحده في جهه وحده، يكونوا بجوج جهات. شتي هذا راه يمكن الفرا ديال تكساس وقيلا. هاد الاسماء ديال الطفرات كتخلط ليا صراحه. هاد هو الكريست ديالو، الكريست اللي هو الشاشيه اللي فوق راسو تكون دوبل كريست. شتي من هنا ومن هنا، اللهم بارك. وبطبيعه الحال راه العين ما فيهاش الدمعه، ما فيها حتى شي قشره، المنقار يكون نقي النيل، ويكون الطير المخرج ديالو نقي، ماشي يعني ما عندوش اسهال. الطير اللي عنده هنا موسخ
راه عنده اسهال ما عندك ما دير به. هذا ذكر النتوى ديالو قلنا هي هاديك. المهم حنا غادي نمشيو دابا نانستاليوهم، فهمتيني اخي سوس؟ تا يريح، انا ما عندك ما دير بهذا الشيء هذا. انت دابا شديت التقاعد ما عندك ما دير بالجواج. حاجه اخرى الاخوان، الهوغو كيتسمى طفره متنحيه، لان الطفرات فيها المتنحيه كتسمى متنحيه، وكاينه السائده. المتنحيه بحال دابا الهوغو طفره متنحيه. الا بغينا فريخات ديال الهوغو يبانوا عندنا في العش، ما معنى متنحيه؟ خاص يكون الطفره متوفره في الابوين بجوج. تذكروا في النتوى يكون الاب هوغو او حامل للهوغو، وتكون الانثى حتى هي هوغو او حامل للهوغو. عاد نشوفوا في العش يخرجوا لنا فريخات هوغو. الا كان طرف واحد اللي هوغو والاخر نورمال، ما غاديش تشوف الهوغو في العش، وانما غادي تشوف فراخ عاديه حامله لجين الهوغو. فهمتيني؟ هذه الطفره المتنحيه كتحتاج تكون الا بغيتيها تبان في العش في الفراخ، خاص يكونوا والدين بجوجهم حاملين هذيك الطفره او بجوجهم من نفس الطفره. اما الطفره السائده كي بحال الخيسوس الاخضر النورمال، الطفره سائده ما كتحتاج تكون، الا بغيتيها تبان في العش ما تحتاج تكون عند الابوين بجوج. يكفي ان يكون الذكر اخضر او الانثى خضراء وغادي يبانوا الفراخ خضرين، كتسمى طفره سائده. اما هادو طفره متنحيه، وهادي ما عادش كتجي عندي هنايا بسالة. حيدي. المهم الاخوان قلنا هذا الصفر هذا راه ذكر، هذاك الزرق اللي لاصق لهيها حتى هو ذكر نورمال. هاد جوج اناث هادو، هادي انثى مخلوط فيها بحال قلتي تبارك الله. شوف الكريس ديالها تبارك الله شحال كبير، اللهم بارك. ومخلط فيها الكريمي مع الجولدن فيس مخلطه شويه. اما هذيك كريمي، هذيك كريمينو، هذه عين حمراء، هذه هي راه جاهزه، هذيك خدامه. غادي نحاولوا نبلاصيوهم ونشوفوا شنو هما الاحتياجات ديالهم في القفص. المهم هذا الزوج الاول الاخوان تبارك الله جميلين ما شاء الله. هادو قلنا راه متوالفين. شوف ما عمرك تلقاهم كيتضاربوا ولا شي حاجه، لانهم فايتين مكوبلين. اللهم بارك. دابا ما غاديش نحط العشاش، فهمتيني؟ ماشي دابا غنحط العشاش، حيت دابا جبتهم اول مره لهاد البلاصه جديده عليهم، فهمتي؟ يولفوا شويه على البلاصه الجديده وياخذوا راحتهم. اللي نشوفهم صافي ارتاحوا عاد باش نحط لهم الصندوق. عطيهم واحد 3 ايام. دابا الاخوان شنو هما الحوايج اللي خصهم يبقاو ديما قدام الطير، ديما يحل عينيه يلقاهم قدامه؟ جوج ديال الحوايج الاخوان. العظم ديال السيبيه شتيه، والكريت. واحد الوكاله فيها الكريت، الحجر كوكياج. يعني ما عرفتش انايا دابا هذيك الفراخ هادو واش كانوا كياكلوا الكريت ولا لا، لذلك نحطوا لهم الكريت بالنسبه للاملاح والكالسيوم اللي في عظم السيبيه، باش نتفاداو المشاكل ديال الانثى تاكل لينا البيض، تنتف الفراخ ديالها، تملحهم. لان الانثى الا كانوا ناقصين الاملاح كتبقى تنتف الوليدات. هاد جوج حوايج ديما قدام الطير. داكشي الاخر الوكاله راه كندير فيها ميلونج هنايا، البشنه الحمراء والبيضاء مع شويه الخرطاط. في الشتوى كنزيد الخرطاط، وواحد الوكاله كنديرها لداخل ديال البيض 2 مرات في الاسبوع. والميلونج راه ديما، وهذوك جوج حوايج يبقاو ديما قدامهم. الشرابه الاخوان تبدل كل نهار، واخا الشتوى ماشي مشكل يومين، لان الحال بارد الطير ما كيشربش بزاف. هاد القفز طابوجي من هنا يبقى هنا، مابقاش كل مره حول راه الطير تيتخربق. هادو كذلك حتى هما. هاد الكير زوين
اللهم بارك. انت وراه واجده، شوف المنقار ديالها شتيها يسخن. هذا كذكر بوحدو، غنخليه تما تنجيب ليه النتوى ديالو. هادشي اللي كاين. هاد الكوبله ديال الفيشر دابا درت العش الاول عطاتني 3 الفراخ، راه التدريسه وكبروا. الثاني البيض خاوي، وهذا العش الثالث هذا اللهم بارك عطاونا 2 بيضات. يلاه حطهم بين البارح واليوم. هادشي اللي كاين. هادو ما بغاوش يخدموا ليا. هادو هوكو تزادوا عندي باقيين، يلاه اول خدمه ليهم. هادي نتيوا هادو تزادوا عندي انايا. هادو يلاه كملوا 8 شهور. واحد المساله الاخوان، الا بغيتي الصراحه، بغيتي تشري فراخ باش تخدم باش تنتج، ما ننصحكش تشري الطيور الكبار الا ما كانش مصدر موثوق. دائما شري الشنابر صغار. وهذا الشيء اللي داير انايا مع واحد الفريقات هنايا كنوجد فيهم. كتشري ديما شنابر صغار، قل من الشنابرات تيبانو تيكونوا عندهم قل من 8 شهور، تيكونوا باينين من العين ديالهم من الراس، تيكونوا باينين باقيين صغار. اما الكبار راه تيكونوا حتى هما باينين، علامات الكبوريه راه باينه. انت كمبتدئ ما تشريش انت الطيور الكبار، لان الطيور الكبار ما عرفتش المشكل اللي عندهم. يمكن يكون عندهم شي عيب، تكون الانثى ما كتحضنش، تكون مثلا الانثى كتاكل البيض ديالها، يعني ما كتوكلش الاولاد كتقتلهم. لذلك عود ديما شري شنابر صغار عندهم 3 شهور 4 شهور، حطهم عندك، كبرهم وكلهم شربهم تهلا فيهم مزيان، وعودهم على واحد النظام غذائي. مثلا كتشري بعض المرات الطيور الكبار ما كياكلوش بزاف د الحوايج، الطير البيض ما ياكلوش، الخص ما ياكلوش، الخضره ما ياكلهاش. ملي كتشري شنابر صغار انت كتكبرهم على يديك، انت كتعودهم على واحد النظام غذائي ديالك انت. هادشي اللي داير هنايا. عندي هنا شنابر غنوريهم لكم، كنوجدوهم ان شاء الله. الا كبروا راه قربوا دابا راه شهرين، شي شهر ونص هما عندي ولا شهرين. ملي غادي يوجدوا عندي اول مره غيفرخوا يكونوا عندك، هذه هي احسن حاجه صراحه. الا كنتي صبار، ما كنتيش صبار شري اخويا فراخ كبار. هادشي اللي كاين. ها هما الفريخات. هادو راه جبتهم شنابر. هادو راه التفرات ديال البلاك وين او اسود الجناح، شتيها. هاد التفرة هادي كانت غاليه واحد الوقيته، دابا راه طاحت. اي تفرة ملي كيكثر فيها الانتاج كطيح في الثمن، شتيها. هادي نتوى بلاك وين اسود الجناح، 2 نتيوات وواحد التكر. هذاك اللي راه التكر راه جناحو كحل. هادو جبتهم صغار تقريبا. هادو جبتهم صغار تقريبا عندهم شي شهر، شي 3 شهور ل 4. دابا راه تقريبا وصلوا 6. بيروش الا ما فاتش 8 ما يعني غتكون الانتاج ناقص. حتى خص الانثى، خصوصا الانثى خصها تكون ناضجه. الانثى البكريه اللي ما عمرها فرخات الا زربتي عليها كيطراو المشاكل. تقدر يوقع عليها تحصل فيها شي بيضه مثلا تموت، ولا ما تعرفش تحضن، ما عمرها حضنات. هادشي اللي كاين الاخوان. المهم هادو راه قربوا يوجدوا، هادو راه جبدوهم كبار. دابا من 3 ايام ان شاء الله نحط لهم 6 نطقات وتوكلوا على الله. هادشي اللي عندي شي 3 الكوبلات. هذيك كوبله قديمه عندي، هذيك خدامه دابا بتعاود تسخن العش ثاني. هادي يلاه جبتها. هاد الذكر هذا زوين، ما كيطلع على مرتو الشام. ها هي خرجت، خلعناك. كروبس الاخوان راه طائر حساس بزاف، راه اي حاجه كتخلعو في الليل. راه الا تخلع في الليل مع شي حركه هكا كيبدا يفرفر ويضرب في الجناح ويضرب في القفز، يقدر يجرح راسو. واش كاين شي بيض تما ولا والو؟ اي يلا نزلي. شي واحد راه كانت مدريسيه ما اسمع لها تصوف.
بسم الله. عندها 4. ماشي مشكل. أما الإخوان بالنسبة للعظم السيبية راه تياكل منه الذكر والنتوى بجوج، فهمتيني؟ يعني هو حتى الذكر تا هو محتاج للكالسيوم، ولكن النتوى محتاجاه أكثر باش تكون لنا البيض. راه خاصها كالسيوم يا إما طبيعي يا إما مكمل غذائي. شو كلشي ديال اللعبة فيه ديما الإخوان هاد الولاعة راه كتبغي الصبر، راه إلا ما صبرتيش راه ما غاديش تفرغ. المهم الخلاصة، بغيتي إنتاج زوين عندك جوج ديال القواعد الأساسية: الصبر والعناية. أسكال يا صاحبي، انت خلي الله يحاول تكون صبار. إلا كنتي صبار أنت مولوع ناجح، إلا ما كنتيش صبار أنت مولوع فاشل. فهمتي يا الاخوان؟ راه هادشي اللي كاين. راه كنشوف شي بعض الاخوان اللي كيمشي كيقلب على بغى يشري فريخات وبغى يشري كوبله مفرخه ومبيضه وبولادها، ما عندوش هو الوقت باش ما تولعتيش. الا مشيتي شريتي فريخات، الا مشيتي شريتي كوبل مفرخ وبولادو، اشنو استفدتي؟ ماشي بحال الا تفرخوا عندك انت وانت درتي واحد المجهود واعتنيتي بيهم، شفتي وليداتهم، كتكون واحد الاحساس جميل جدا. هادشي اللي كان الاخوان. شكرا لكم على المتابعه. كنتمناو ان شاء الله الفيديو الجاي نتكلموا على مواضيع اخرى. اللي عنده شي سؤال ولا شي تساؤل ولا شي اقتراحات يخليهم لينا في التعليق. مرحبا بالجميع. شكرا لكم بزاف. كان معكم عصفور، والسلام عليكم ورحمه الله.